في ليلة بكى فيها الجميع، اعتزال الأسطورة شيكابالا. ليه كده يا محمود؟ ليه كده يا صاحبي؟ ليه كده يا شيكابالا؟ ما اتفقناش يا صاحبي اننا نتفارق. يا صديقي العزيز الزملكاوي، انا بصور الحلقة وانا مش محضر ليها اي حاجة. ما صورتش الحلقة امبارح في نفس وقت بعد الحلقة اللي شيكابالا طلع فيها مع كابتن ابراهيم فايق، لان كنت بجد مش قادر اصور حاجة ما كنتش قادر اعمل اي حاجة. انا بس عايز اوجه رسالة لكابتن شيكابالا. شيكابالا، انت بالنسبه لنا ما كنتش مجرد لعيب كوره. يا شيكا، انت ما كنتش مجرد حد مر علينا والسلام. يا شيكا، احنا بدأنا الرحله مع بعض. يا شيكا، احنا ما اتفقناش اننا نتفارق. يا شيكا، احنا كنا متفقين ان لسه فيها كمان. يا شيكا، انت كنت قايل ان لسه فيها سنتين ومجدد سنتين. انا بقالي اسبوعين او اسبوع الكلام بيتمهد ان شيكابالا او انت بترمي تمهيد انك خلاص قررت تعلق الحزام والتيشيرت. بس اللحظه اللي انت اعلنت فيها بشكل رسمي، والله العظيم يا شيكا انا عيطت. دموعي ما نزلتش في كره القدم من يوم ما شجعتها غير مرتين. مره في اعتزال الاسطوره حازم امام، والمره الثانيه في اعتزال الاسطوره شيكابالا. يا شيكا، انا لما عيطت في اعتزال حازم امام كنت لسه صغير، كنت متعلق بحازم. ان حازم انا طلعت على الكوره، شفت حازم هو اللي خلاني احب الكوره. ما اتعلقتش بيه سنين كتير، لكن انت يا شيكا انا طلعت معاك وخدت معاك المسيره من اولها لاخرها. عشت معاك عمر يا شيكا. انت اسطورتي المفضله واسطوره جمهور الزمالك. انت شبهك شبهي، او انا شبهك يا شيكا. انا وانت شبه الزمالك. احنا الثلاثه بيربطنا حاجه واحده، ان عمرها ما جت معانا بالساهل. ليله بكى فيها الجميع. انا مش عارف اقول ايه ولا اتكلم في ايه يا شيكابالا، لكن الواحد والله العظيم اصعب يوم مر في حياتي، اصعب حلقه انا اتفرجت عليها في حياتي هي الحلقه بتاعت امبارح في اعلان اعتزالك مع ابراهيم فايق. مش قادر انسى لك يا شيكابالا اهدافك. لو قعدت اتكلمت يا شيكا عن الاهداف اللي انت سجلتها، انا هتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه. عن هدفك في اتحاد الشرطه من نص الملعب. عن هدفك في وادي دجله لما رقصت اللعيب ورحت الجون طالع ورحت حاططها لوب في الحارس. عن هدفك في الافريقي التونسي. ولا هدفك في سموحه في الدقيقه الاخيره لما عصام عبده قال لك هل الزمالك ياخد 3 نقط ولا يرجع بنقطه. جاب 3 نقط شيكا، 3 بوينتس شيكا. ولا هدفك في الاهلي لما في نهايه القرن عديت من واحد والتاني وحطيتها والكوره بعيده عنك ولحقتها بصعوبه ورايحه في مكان مستحيل. ولا افتكر لك جون الاهلي برضو لما عديت من السوليه وحطيتها في علي لطفي. ولا افتكر لك جونك في اتحاد الشرطه لما محمد ابراهيم بصلك ورحت حاططها قنبله. ولا افتكر لك جون بتروجيت، هيرقصه ويرقصني، هيدلعه ويدلعني ورحت حاططها. ولا الفاول في العقباوي. ولا تعليق عصام عبده قال لك ملوش حل ملوش حل ملوش حل، بيقولوا بتجاملوا ايه يا راجل. والله العظيم ده يلعب في برشلونه يلعب في ريال مدريد. كل حاجه معاك يا شيكا كانت حلوه. عشنا معاك رحله كانت مليانه تحديات عشناها مع بعض. عشنا انا وانت يا شيكا بنحارب عشان نحافظ على اسم وتاريخ الزمالك في فتره هي الاصعب على مر التاريخ. حظك يا شيكا انك انت دخلت الزمالك او بدات تلعب في الزمالك وتظهر في الزمالك ونضجك يكون في الزمالك في المرحله اللي الزمالك بينزل فيها ويقع فيها. لولا وجودك يا شيكا مع جمهور الزمالك احنا الاثنين ما كناش حافظنا على وجود الزمالك. كان مستحيل الزمالك يكمل يا شيكا. احنا الاثنين، احنا جمهور وانت يا شيكا اللي حافظنا على شعبيه الزمالك وزودنا شعبيه الزمالك. انت بطولك يا شيكا كنت بتلاعب فريق الاحلام في الاهلي بابو تريكه وبركات ومتعب ووائل جمعه وجilberto وفلافيو. كنت بتقف بطولك فارس تحارب فريق
كامل بيلعب منتخب مصر. كنت بتلاعب فريق مديره الفني في اوضه اللبس كان بكل محور كلامه والمحاضره عن شيكا. ده مش كلامي، ده كلام لعيبه الاهلي في هذه الفتره. شيكا انت كنت واخد هداف في الدوري في السنه دي بطولك، في حقبه ما كانش فيها غير شيكا. شيكابالا انت عشت كل حاجه ومسخر حياتك للزمالك. كنت ابن التالتة يمين وانت اللاعب الوحيد اللي طلعت وقفت معانا في المدرج. انت واحد مننا يا شيكا، ما كانش ينفع نتفارق يا صاحبي. الفيديو ده بالنسبه لي هو الاصعب في حياتي، وهو ارشيف بالنسبه لي في حبي، وافضل فخور بيه ان انا بسجل حلقه وداعيه شيكا. يا شيكا الحاجه الوحيده اللي انا لو هكون فخور فيها، يعني فخور بيها في حياتي، لما كنت لعيب كوره ان انا لعبت قصادك ماتش ودي وتصورت صوره واحده كانت معاك. لو هقول احسن حاجه في حياتي فهي صورتي معاك يا شيكا. يا شيكا انا بحبك وبعشقك، وانت بالنسبه لي وبالنسبه لكل جمهور الزمالك الملهم. بنتمنى لك التوفيق يا شيكا في كل خطوه بتاخدها، ومبروك انضمامك لقناه ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق. وانا بحييك على الخطوه دي، بحييك لان انا متاكد انك هتكون سيف ودرع وظهر الزمالك في هذه القناه. انا متاكد انك مش هتسيب حق الزمالك في هذه القناه، وهتقول كل حاجه، ومحدش هيقدر يمنعك ولا يمسك لسانك انك تقول كلمه. مش عارف اقول لك إيه يا شيكا، ومش عارف اقول لكارما بنتي ايه لما تسالني، ولحد بقى يعني امبارح وبقى لها اسبوع عماله تقول لي يا بابا هو شيكابالا هيعتزل؟ اقول لها لا. مش عارف اقول لها ايه، وهي بتسالني النهارده وتقول لي خلاص يا بابا مش هنشوف شيكابالا تاني. مش قادر اقول لها ايوه. انت يا شيكا علقت اجيال واجيال واجيال بيك. الجيل اللي قبل مني طلع متعلق بيك، والجيل بتاعي طلع متعلق بيك، وجيل بنتي طالع متعلق بيك. شوف كم جيل متعلق بيك يا شيكا. الاطفال اللي طالعه كلها الجديده حبت الزمالك بسببك يا شيكا. ومين ما يحبكش يا شيكا؟ مريض اللي ما يحبكش يا شيكا. ظلموك وقالوا ان انت بتاع لقطه يا شيكا. ما كانش فيه احسن من الوقت بتاع نهايه الكاس انك تاخد اللقطه وسبتها لعبد الشافي. رحت في شهداء بورسعيد وفي ماتش الزمالك والاسماعيلي بين الشوطين قلت للعيبه نبقى اولاد كذا لو لعبنا، وفي ناس بتموت وبيقولوا عليك بتاع لقطه يا شيكا. لحد وانت بتعتزل وهم بيقطعوا فيك ومش قادرين ينسوا ان انت كنت دايما واجعهم يا شيكا. مش حتى وانت بتعتزل مش قادرين يسيبوك في حالك. دايما بيتهموك ان انت بتاع لقطه، وعمرك ما كنت بتاع لقطه. انت صاحب القلب الابيض النقي ابن اسوان الطيب. وداعا يا شيكا، وانا اللي ما بيننا وما بينك عمره ما هينتهي بكونك انك اعتزلت كره القدم. اللي ما بيننا هيفضل دايم يا شيكا وهيفضل موجود. وانا عارف ان انت هتفضل موجود وبتحضر وفي ظهر الزمالك، وهتفضل في الزمالك حتى لو مش لاعب. هتكون ان شاء الله قدام حاجه تانية، سواء مدرب او عضو مجلس اداره او رئيس نادي واتيفر ايا كان، هيكون ليك دور ان شاء الله في الزمالك. اتمنى يا شيكابالا انك في يوم من الايام تكون حاجه كبيره قوي في الزمالك. شكرا مجلس اداره الزمالك على فكره حجب رقم شيكابالا من ان مش اي حد هيلبسه الموسم الجاي. على المستوى الشخصي كنت اتمنى ان هو يتحجب الرقم ده على مر التاريخ، بس مفيش مشكله. كويس جدا ان في حاجه زي كده بتتاخد. هتوحشنا يا شيكابالا، وهيوحشنا اهدافك، وهيوحشنا ترقصاتك، وهيوحشنا متعتك ولمستك للكره والكباري، وهيوحشنا رقصه الكاس يا شيكا. هيوحشنا ان احنا نقول اوليه 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 شيكا شيكا. هيوحشنا كل حاجه معاك، وانت وعدتنا وهنستناك تكون قد وعدك ان اول ماتش هتحضره للزمالك كمتفرج هتكون معانا في قلب التالتة يمين. منتظرينك يا عم الناس. يا صديقي العزيز الزملكاوي، اتمنى ان انت تقول لي من وجهة نظرك في الكومنتات ايه احسن هدف سجله شيكابالا وانت متعلق بيه. انا عارف ان مستحيل واحد زملكاوي يقدر يقول هدف واحد شيكابالا جابه هو الاول، انا متاكد.
ومش اقل من 10 ل 20 جون، اي حد هيرصهم ان دول الاجمل اهداف الزمالك مع شيكابالا، وشيكابالا متعلق بيهم. فانت قول لي، اول حاجه وجه رساله لشيكابالا. اتنين، قول لي ايه اجمل هدف انت تفتكره ومعلق دايما معاك بالنسبه لشيكابالا مع الزمالك. يا صديقي العزيز، طالما وصل لك الفيديو وانت اول مره، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واللايك والكومنت والشير مهمين جدا علشان صوتنا يوصل لكل الناس. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطاير، وحلقه وداعيه للاسطوره محمود حسن عبد الرازق فضل الله شيكابالا. كان معاكم اسلام دونجا في حلقه جديده من برنامج عطاير، نتقابل دايما على خير يا صديقي العزيز، سلام.